حيطول عمري. شو راح فأنا قررت راح أسوي تكميم معدة. تقول جيت للبيت وأبكي وأعيط وأقول له حيدر الشلون ماتت حيدر؟ تقول عيطي على شنو؟ كل عيطة اللي تقول عيطها بوجه. صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. ايدي نشوت من الجداحة. شلونكم؟ شخباركم؟ زلت الجداحة منا وايدي نشوت. شخباركم؟ عساكم بخير. صباح الخير. اقول لكم اليوم ويا العطلة اللي صبحنا من الصبح، نظفت الميز وعلقت الشموع، هسه راح ابلش بالبيت واريد ابخر قبل لا اشتغل. طبعا شو هيك عاجبني اليوم، يعني انه واحد يبخر قبل لا يشتغل، ريحة طيبة ويا الشغل. فاليوم راح اشارككم شويه من الروتين، من الطبخه، من التنظيف، من هاي الامور. اكو شغله هم اريد اراويكم اياها، لازم اليوم اراويكم اياها، لان انتم حكيتوا علي بيها، قلتوا لي زايد وزنك، فاني قلت لا كافي، الوزن ما طول بدا يبين العالم يشوفه زايد وزني، اني لازم القى حل. فاني قررت راح اسوي تكميم معده. زين، ولو اني وزني ما عابر ال80، حتى البارحه باللايف سألوني وقلت لهم انا الحمد لله بعدني ما عابر ال80، جو ال80 بهواي يعني. فبس لازم واحد، لانه من واحد كان ضعيف وبعدين يسمن ويشوف نفسه فد مره. اني شنو ما تغير شيء بنظامي، باقي على الصيام المتقطع، بس صار عندي ثبات بالوزن، ما دا ينزل، بحيث انتم لا توصلون المرحله تقومون تضوجون، لانه انتم حارمين روحكم ووزنكم ما دا ينزل. فهنا واحد يفزع يقول لا خلاص راح اكل كل شيء. بصراحه انا كلش ضايجه، تشوفوني اضحك بس انا ضايجه من وزني، لانه سمنت شويه، سمنت كم كيلو بس توقف مدى ينزل. معاناه هسه هواي راح يكتبوا لي نفس معاناتي، هسه نحكي عليه بعد شويه، بس خلي اكمل الصاله وهو هذا الصندوق. بس الهوسه بعدني، خلي اكمل الهوسه اللي عندنا البارحه. تعرفون ليلة عطلة عندنا، يعني اليوم عطلة، فالبيت يقلبوا قلب ويظلون سهرانين وهذه، فاني اعوف كل شيء واروح انام. بخور من الصبح. نور تقول لي شلون تبخرين واحنا بعدنا ما منظفين؟ اليوم انا اريد ابخر قبل لا انظف، يعني اشتغل ريحة طيبة ويا البخور. بسم الله. ريحته هذا كلش طيبه، البخور جابت لي مريم من دبي، صراحه صدق غير شكل. اللي يقول لي ليش بعدك ما غيرتي غراض البيت؟ احنا غراض البيت قلت لكم اني منا لفد كم شهر ان شاء الله نبلش بتغيير البيت كله. لازم يعني احنا هاي خليها ببالنا، بس هسه متحملين. قلنا لو يعني انه موضوع البيت نسيناه بصراحه، لانه بيوت ماكو، فقلنا لا خلاص بعد لازم نشتري. عرفت كنا احنا مأجلين هذا الموضوع على مود البيت. بعد راس السنه ان شاء الله ابلش بالبيت كله، يعني حتى انا ليش متاخره؟ لانه انا من ضمنها اريد اغير المطبخ همين، فتعرفون هذا يراد له فد شيء مبلغ زين نسوي له، وبعدين نبلش بالبيت والغرف وغرفتي وكل شيء، حتى ابلش بلشه زينه تسوى من صبغ ومن غراض، اكو فد شيء ببالي لازم يعني اريد اسويه هذا، فلهذا مأجله الموضوع، والحمد لله والشكر. وشوفوا الفقرة الحلوة، أحلى شيء تقولوا لي أنت شلون مربيته وليش تحبيه؟ باعوا وين ما أشتغل هو يمي. شوفوا دباع الكاميرا. هسه من راح اروح للغرفة راح يروح وياي، اروح للمطبخ يوقف لي بباب المطبخ فيجي. طبعا هسه بعد ما اتحمل، قبل لا اخلص الشغل خلي احكي لكم على المنتج، وبعدين نبلش بشغلنا. ويا وجبة الغداء راح اعلمكم شلون همينا نشربها احنا، فاني راح ابلش من البداية. يلا حبايبي نحكي على من الباكيت لحد المحتويات اللي بداخل الباكيت. اول شيء خلي اقعد زين وناخذ راحتنا حتى نسولف براحتنا. هنا يلا كلكم انجمعوا التموا سكتوا لا تسوون صوت على مود تعرفون شنو بهذا الباكيت.
اول ما تطلبون الباكيت راح يجيكم هيك شيء مرتب وحلو طبعا، والتغليف مالتهم كلش حلو، ومن هذا الورق تارسيلكم الباكيت على مود المنتج يوصلكم سالم. اول شيء تجي ويا هاي العبوه، احنا نسميها المطاره. طبعا انا هاي بيها باع وما استعملتها لان صار من البارحه واليوم، يعني صار لي يومين اشرب بيه. فهاي المطاره وياه على مود القياسات. هنا هذا اليوني متى ان شاء الله لفظته صحيح. هذا يجيكم، هذا اول ما تقعدون الصبح تشربوه. باعوا العلاج شنو؟ هذا هو عباره عن باكيت لمده شهر. هذا الكورس لازم واحد يستعمله 3 اشهر تقريبا. هذا من تستعملوه 3 اشهر انتم باعتبار كممتوا المعده، تكميم سويتوا، يعني بعد كافي ماكو عمليات قص المعده وتكميم المعده وهاي السوالف. هذا راح يغنينا عن ذني كلهن. هذا المنتج نقعد الصبح، اول ما نقعد الصبح النظام مالته نظام الصيام المتقطع ويا العلاج. الصيام المتقطع كلكم تعرفون تصومون 16 ساعه، بعدها تفطرون على شيء مو بحلا، وانما يعني ريوكم العادي واكلكم العادي. الصيام المتقطع الحلو بيه انتم تاكلون اكلكم العادي، اكل البيت طبخ البيت، بس انتم يعني ضمن اوقات من ضمنها. هذا اول ما نقعد الصبح نشرب هذا الكيس، نفرغه بالعبوه ونترسها لحد هنا مي، ونشربه الصبح على الريق، ونبقى صايمين 4 ساعات. بعد ال4 ساعات نفطر عادي. تريدون ريوق تريدون هو تسووا غداكم ماكو مشكله يعني. وهو هذا راح يحسسكم بالشبع، اضافه الى هذا يعطيكم طاقه مو طبيعيه. فهذا تشربوه الصبح وخلاص. بعد كل شيء ما تشربون تقدرون تشربون قهوه مره، شاي، مي، كل شيء السوائل اللي ما بيها سكريات تقدرون تشربوها. يمشي يومكم عادي لحد الساعه 12 الظهر تاكلون اكل طبيعي. اكو ناس يجوز تقعد بال6 الصبح، يعني الشربه بال6 الصبح يعني لل10 تاكل. المهم هو هذا انتم تاخذوه وراه 4 ساعات انتم تبدون فطوركم. هذا بيه 30 قطعه طبعا يكفيكم لمده شهر. الكورس هو كله لمده شهر. هذا عندنا هذا الثاني الباكيت الثاني هذا بيه 60 قطعه، مو دقيقه نصير افتحه. هذا بيه 60 قطعة. هذا لأنه ينشرب مرتين باليوم. احنا هذا مو شربناه الصبح وصارت وجبتنا صرنا 4 ساعات وراها لازم ناكل. قبل لا ناكل نفرغ كيس بهاي العبوة ورأسا نشربه مي بارد تشربوه. هو مثل العصير وانه طعمه ينجرع، ما اقول لكم مو طيب ويموت، لا يعني طعمه حتى بحلاوة زين تشربوه. هذا شنو؟ هذا يغلف لكم جدار المعدة. أنا البارحة حكيت لي حكي عليه المندوبة إنه صفنتني عليه بصراحة. كل الشغلات راح تلقوهن بالفيس مالتهم، ما أقدر كل شيء أشرح لكم عليه لأنه يخلص الفيديو وإحنا ما مخلصين شرح على هذا. بس هذا تكون المادة اللزجة بسرعة لازم تشربوه لأنه تبقى تثخن. هذا يغلف لكم جدار المعدة. هذا من تشربوه وراها بربع ساعة تجون تاكلون، يعني تنتظرون ربع ساعة انتم بين ما تصبون وهذه صارت وجبة اكلكم تاكلون. هذا الشيء يغلف لكم جدار المعدة، ما يخلي لا سكريات ولا دهون ولا هاي الشغلات اللي اكلتوها بالطبخ العادي. قلنا الطبخ العادي اللي اكلتوها بالطبخ العادي ما راح جسمكم ياخذها ويسويها الى دهون وهاي السوالف، وهو شيء يطول شرحه وهي الاسباب اللي تؤدي للسمنة. فهذا ما راح يخليهن يصيرن، عرفتوا شلون؟ وصراحة تاكلون. انا من شربته كلش عادي اكل طبيعي، بس انتم راح تلاحظون بعدين هذا انه كل شيء الاكل راح يروح اللي اكلتوه راح يتصرف، تفهمون شلون؟ فكلش عجبتني. بعدين تبدي تصومون 8 ساعات، بعدها تبدون بالوجبه الرئيسيه مالتكم هي الغداء. هو تعرفون انتم الصيام المتقطع بوجبتين. هم نشرب كيس الثاني من هذا بالمطارن مي بارد ونشربه ونبدي عادي هم ورا ربع ساعه نتغدى وجبه الغداء. بس هو هذا الشيء يعني صدق راح تحسون بفرق بعد ال10 ايام، راح تحسون بفرق. يعني اني اللي شفته واللي دا اشوف الفيديوهات مالتهم وماخذ براعه اختراع من 60 دوله، من 60 دوله براعه اختراع. اللي شفته اللي نازلين عليه 40 كيلو و30 كيلو 20 كيلو. بعد ال10 ايام من انتم اخذكم هذا المنتج راح انتم تحسون بفرق كلش كبير على البشره وعلى الشعر
وعلى الطاقة اللي راح ينطيكم اياها لجسمكم، راح يحرق الدهون يحولهن الى طاقة. زين، وهذا النظام راح يبين عندكم بالقياسات اكثر من الميزان، هذا لازم تعرفوه وشيء مهم، يبين عندكم بالقياسات. القياسات هي افضل من الميزان، لان الميزان اذا انتم نزلتوا كيلو ما راح يبين عندكم، بس اذا انتم تنزلون دهون وهاي الدهون راح تتحول الى عضل فما راح يبين هالقد على الميزان، بس راح يبين بقياساتكم بالنسبه للمنطرون للتنوره للقميص. الدهون اللي بجسمكم تحسوها خفت، الطاقه اللي عندكم يعني هوايه راح تحسون بفرق. شرحنا هوايه على هذا المنتج وهو يستحق اكثر بصراحه. اتمنى اني كفيت ووفيت بشرحه، بس اكيد اني ما كفيت بشرحه وعليه لانه هو فشي كلش رائع والله. بس انا راح اخلي لكم الصفحه مال فيسبوك، موجود التليفون مال المندوبه اللي هي مسؤوله هنا على السويد على اوروبا، هم راح تساعدكم شلون تقدرون تطلبوه. كل المعلومات راح تدخلون عليها على الفيسبوك وتاخذوه من عندها، لانه هي اعرف مني بهذا المجال وهي تشتغل به اساسا البنيه. واهم شيء بالعراق، راح تسالوني بالعراق موجود؟ اي موجود، ما راح تطلبوه من غير دوله، لا انتم راح تطلبوه من العراق. وجماعه اوروبا راح تطلبوه من اوروبا همينه، ما راح يكون عندكم صعب وما اعرف شنو قمرق وهاي سبب، ماكو هذا الشيء. وبصراحه انا طلبته يومين وصل لي، يعني حتى من خابرتها قلت لها يابا وصلني، قالت مستحيل شنو بهاي السرعه، ما شاء الله وصلني بسرعه، مبلشه بي صار لي يومين. بس انا دا اتابع الفيديوهات، سويت اشتراك على صفحه الفيسبوك مالتهم بالبيج مالتي الخاص بصراحه لانهم يستاهلون. فمنتج شيء رائع انه واحد يستغني عن العمليات وعن هاي السوالف والحبوب اللي تأذي المعده وتنفخ المعده بلا معنى وتسوي عندكم نحول. احلى شيء بيه هذا النظام انتم يحول الخمول اللي عندكم الى طاقه. انا بصراحه طاقتي كلش حلوه، صار لي يومين تصدقون قالوا لي بعد ال10 ايام راح تحسين بهواي شغلات يعني احسن بجسمك. فالحمد لله والشكر راح نستمر على هذا النظام، وانتم اذا اشتريتوه همين اكتبوا لي على مود نستمر سوا بالنظام. كله راح تلقوه بصندوق الوصف. جماعه الفيسبوك صندوق الوصف وين يكون؟ دائما يسالوني وين صندوق الوصف؟ يكون ببدايه الفيديو. من راح يطلع لكم الفيديو او عنوان الفيديو كملوا فتحوا الوصف كله، راح تلقون كل شيء بالفيسبوك مالتهم، بس تضغطون عليه تدخلون على الفيسبوك. الاسئله راح تكون هناك حبايبي على الفيس مالتهم، سووا انضمام للبيج مالتهم وراح تطلع لكم هي الفيديوهات تشرح لكم، ما تحتاجون اصلا المندوبه تشرح لكم ويوصلكم لحد البيت وين ما كنتوا. هسه نقوم نخلص شغلنا، هوايه حكينا على هذا المنتج وبعد راح احكي لكم عليه من اريد اتغدى شلون اسوي الوجبه مال الوجبه الرئيسيه، العصير مال الوجبه الرئيسيه. هسه انا بعد ما احتاج الباكيت، نظام الباكيت حتى اراويكم اياه. بصراحه الايام جايه هم راح نظل نتناقش عليه دائما على طريقه استعماله، وانتم تكتبوا لي وانا اكتب لكم ان شاء الله يفيد الجميع هذا. نشوف النتائج سوا. هسه نروح نخلص شغل البيت ونطبخها. ما اشرب العصاير وما اشرب السكريات، بس اشرب القهوه والشاي ومي بفترة الصيام. انه هو صيام مو تنقطعين من السوائل، لا تبقين تشربين مي، شايك، قهوتك، كل شيء عادي تقدرين تشربين. شوفوا سويت، طبعا لان منا الضوء دا يبين اسود. هاي تذكروها كانت بالبلكونه والهاي الاغصان مالتها كانت كلش كبيره، قصقصتهن ودخلتها البيت لان انا ما احب اسلقها على الحياطين بصراحه. فقصقصتهن وجذرتهن راح اسوي بعد سندانه من عندهن الي وسندانه المريومه كاتله روحها عليهن. بس هاي دخلتها للبيت لانه برا بالشتاء ما تعيش، خطيه تموت. وشوفوها هي شلون ما شاء الله منشنشه، وصايراني زرع يعيش بيدي قبل ما يعيش بيدي، بس هي هاي الوحيده تعيش بيدي. اوكي، واخيرا نخلص منه بعد ما لا ذبان ولا شنو، بس بالصيف. انا كل سنه اشتري وحده من هاي، وحيدا شو اسمه يشكلها وتوقع ثاني يوم ونرجع احنا نشكلها وتصير مضبوطه. زين كل سنه نصور. قصفتني هيك على البارد، يعني هاي على البارد. هاي خليها هنا. عبالكم احنا ماكو وسخ نباعوا الاشجار ذب وسخ مدري شنو. هاي باعوا الغبره، تقولون ما عندكم تراب، شلون ما عندي؟ منين يجي والله ما ادري. اليوم الجو كلش حلو،
حلو فتحت البوب، يعني اقدر افتح ذيك اليومين اللي فاتت ما نقدر نفتح الباب اصلا. هاي هسه لازم شنو نمسحهم. واو الوسخ مالته. راح امسح الجام كله. عود اني البارحه معزله لانه ادري اليوم عطله، فقلت ما عندي شيء حتى، وهم يطلع شغل هم يطلع. اريد يوم يصير وما بي شغل ماكو. ابوك البارحه ما جربتي التين؟ ماكو تين انا هسه. ليش؟ حيدر والله شفت بالفيسبوك ناشرين التين بسليمانيه ما ادري ب40 صاير ب1000 دينار. وشلون تين الاصفر والاسود يخبل؟ هذا التين طبعا انت البارحه ما خليتيني اجربه ولا خليتيني اشتريه، هو اشتريته. خل اجربه هسه. تغسليه؟ والله حرام عليك. شو حرام علي ليش حيدر؟ حرام عليك قولي لي هذا مو خوش تين تاكله. هسه خذناه. بس طيب تاكل قدام. والله العظيم طيب. اليوم من الصبح لي هسه مقابلني عصير ما يصير الشربين يجيب العصير وهو عمره ما يسويها. زين؟ ليش؟ عصير ما يصير تاكلين اقول له لا. يجيب التين يصير تاكلين تين. انا انت اختاريتي طريق الرجيم وانا مختار طريق صدق هسه الشغلات اللي بيهم فوائد. هسه يسالوني يقولوا لي حيدر ليش ما يسوي يشرب هذا العلاج لان حيدر ما يلتزم نهائيا. انا ما التزم واتحرك هواي ومن اشتغل اتعب بصراحه، يعني احتاج طاقه وهواي اتعب. بس هذا النظام ما راح حيدر هسه انت تدري شنو عريو؟ احس روحي لينا هنا واصل الاكل. اي صح. واكو يعني شو اسمه يقولوا وياي حبوب مال تضعيف صح يخليك تشعر بالشبع بس وياه يخلي عندك خمول. هسه انا اريد لا اسمع يخلي عندك خمول. انا هسه عندي طاقه مو طبيعيه ما شاء الله والله العظيم. راح تهجم علينا. راح اقول لك هسه انا اريدك شنو؟ انت تخلصين هذا الكورس واشوفك وراها انا راح اطلب كورس الاخر. بس انت لازم تستمرين يمكن 3 شهور. انا اطلب كورس الاخر ان شاء الله. شو راح تسوي غدا؟ اسوي لكم باميه اليوم. مو ويلي اليوم باميه. ناخذ خبزينه؟ لا ما بيحل. البارحه ايش قلتي؟ ايش قلت؟ مو قلتي انا راح اوديني اشتري طحين عند اخبز؟ وانا تعبان واخذتك. والله خبز زين. اي على ما تشترين طحين حتى تخبزين بالليل نخبز بالليل ونثلث تريد باميه بالليل نخبز. هسه خلينا نصفي مي الطماطه اليوم شنو؟ قشمرتني. واي ورايا تين تاكلي. الله يسوي لي يسوي لي حركات بالتين. ايش بيك حيدر؟ قالوا لي ما يصير تاكلين بفتره الصيام. لا انت عندك اراده انا ما عندي. لا عندي اراده الحمد لله والشكر. هاي الله تعال شوف اللحم شلون حمس. تعال شوف اللحم شلون حمس. شوف ان شاء الله. هاي انا راح اصوم افطر على هيك شيء باميه. الله على عنادك وانت ظل اكل تين عصير. ايش قد وزني؟ لا قولي لي ايش قد احكي انا عادي. 100 غير صار؟ 102. ايش قد شنت؟ 117. سويت رجيم؟ لا. سويت كل شيء ما مسوي. اي مجرد الحلويات بالليل. بخيت الحلويات كنت اكل هواي بالليل. هسه قللتهم يعني بدال نستلتين 3 قمت اخذ واحده. قللت. الشكر قمت الشاي قمت اشربه الشكر قليل. هذا همين فرق عندي طبعا. واكو اكلات اكلها بلا خبز. الخبز همين قللته فنزل. احنا الخبز قليل ناكله بس بالريوق. اي واكو شغله ثانيه يعني بسيطه. الحركه هواي يتحرك طبعا. هاي الحركه لا مو بسيطه. الحركه يعني حركات بسيطه يعني ما اسوي رياضه. اي مشي هواي مشي وشغل بالمحل وهاي فيعني. الباميه اذا ما تكون بتره ما طيبه لا تجيبوها مو مثل مريم جابت لي ذاك ايام طلقات مال بي كي سي. لا مو انا ما احب البتره. فالبتره هي اطيب باميه. هسه شلون باميه؟ الله بعمل الطماطه شلون صار؟ شوف شلون صارت. بابا راوينا مال الطماطه. شوف ما شاء الله.
زين ما راح تحمسي لها معجون؟ نسيبها شلون شويه. والله هي على مي الطماطه وثوم وليمونه شويه وفلفل. اكو ناس تخلي ثوم براس يعني كامل. راس كامل. مو فصوص. اي راس كامل. يعني اتذكر والدي الله يذكره بالخير كان هو يحب هاي الفصوص الكامله ياكلهن. انا شنو؟ انا انظفهن واخليهن هيك فصوص. واخر شيء ادق لها ثوم وملح. لانه هذا الثوم ما راح يطلع طعم بيها. صح. بس من يدقوه بالهواء يطلع طعم مال هنا القديم. صح. جربوها اخر شيء من تدمع عندكم احنا نسميها تدمع هيك يصعد الدهن اللي فوق والباميه تنزل لي جوا. هنا استوت الباميه يعني تنزل لي جوا صارت توب. وراها دقوا ثوم شويه عليه عصره ليمون اذا طماطم مو حامضه عندكم وملح وخلوا عليها وخوطوا وتخبلتوا. كافيه ليش مرت بيها؟ انا هواي احب يعني احمس بالجدوره. اي بس مو هيك تحمس هواي الباميه. اي عادي. مرقت الباميه اليوم. اخذت مرت طيب. لا حيدر شو السالفه. خليني احكي لك صدق. صديقتي خابرتني حلمانه بيه حلم. اعرفها انا صديقتي؟ اي تعرفها. اي فخابرتني كانت تقول لي اول مره دزت لي رساله قالت لك البارحه للصبح انا وياك بالحلم. قلت لها خير ان شاء الله. كانت تقول عودي بالحلم انت ميته. اي تقول يمه وجيت على حيدر. الميت بالحلم يعني طولة عمر. حيطول عمري. شو راح اخلص زين. تقول شنو قالت لي؟ قالت بالحلم عود انت ميته وجيت انا. تقول سمعت الخبر. تقول وجيت للبيت وابكي واعيط واقول له حيدر شلون ماتت حيدر؟ تقول اعيط يعني شنو؟ كل عيط تقول اعيط بوجه حيدر. حيدر شلون ماتت؟ نور ومريم. تقول نور ومريم مو يمه. نور ومريم ايش قالن؟ زين تقول هو ولا داير بال ولا عبالك ايش تسوي لي؟ عبالك صدق. تقولي ولا داير بال وياه شباب عنده شقه عود وحده قاعد عيني. اي بعد بناتي وين؟ تقول هو ولا داير بال ويا جماعه بالشقه واصدقائي شو قاعدين وماكو شي منعني شو تقول حيدر. والله تقول ماكو نسوان. تقول اقول له نور ومريم عرفين. تقول انا اعيط وابكي. يقول يعني هم ما عرفوا بس اول وثاني يعرفون يعني هي بعد ماتت شو تسوي لها؟ زين يمه وانا تحكي واقول لها اني الى اليوم. اني الى قالت لي قالت لي ايش بدي حيلك اليوم ولعبي بي طابه. شنو بالحلم ما داير بالك والله حتى بالحلم يعني حركتك علي. لا قلبت الدنيا. قالت لي يلا شدي حيلك والله علي. صدقي لي. زين قالت لي شنو ولا داير بال؟ تقول انا ابكي واعيط والطم. تقول بقول له يمه صغيره شلون ماتت يمه؟ تقول وهو الموت ما يعرف عمره. تقول نور ومريم وين؟ تقول تعرفه نور ومريم ايش سوت؟ زين تقول هو يقول لي اول وثاني يعرفون ليش حيدر ليش؟ عشرة العمر نسيتها. هسه تدقي لي عليه. عشرة العمر نسيتها. هسه تدقي لي عليه. هسه ليش تحركك على يدي؟ هسه تدقي لي عليه. من حق غير حكت الشعفة المرة. اي ليش حتى المفروض تقول لي الي. زين المفروض هي تقول لي بس الي. والله صدق هذا الحلم يعني انا ميتة. ميتة صدق؟ الله يرحمك. الله يرحمك. هسه دقي لي عليها بدي احكي وياها. طبعا من قلت له منو دق عليها ما اخذتي لي لازم شلون لا ودق عليها ليش حيدر؟ شو اعاتبها؟ ما جاوبت هي. اعاتبها. يمكن مشغوله. اعاتبها شلون تحركك علي؟ غير حكت الصدق المره شنو؟ والله. هسه وين وصلنا للمعجون؟ المعجون. نحمسه شوي. يعني اذا متي يعني لا سمح الله منو راح يسوي هاي الاكلات؟ منو؟ صدق علي قهرتي والله يراحك. راح يصير لي رجيم من هذا القوي. يعني انت مقهور. اقضيها مو بيوسف. لا اكو هواي طبخ لك. اقضيها مو بيوسف. ذاك الكيف. ذاك كل ما اروح يقول اشترى الاسبانيه. وين اخذك وين انهزم بيك؟ هسه هو حاليا بهاي اللحظه يصعد بالطياره خابرته قبل شويه. راحوا تركيا. يلا يوصلون بالسلامه ان شاء الله. هو اخذ مرته وانهزم. بقينا بس انا وياك. بس انا وياك. يلا نحمس المعجون ونخلي مي طماطه. هو مي طماطه لا عصير طماطه؟ مي طماطه احنا نسميه عمي احنا على هني العراقيين نسميه مي طماطه. زين ليش قاعد يسموه عصير الطماطه؟ هاي مثقفين. واحنا مو مثقفين؟ لا بس هو يعني احنا ماشيين عليه وعلى هني
مي طماطم. يابا ترى احب ادهرها يعني على بدي اشوف اجوبتها. اجوبتي شوفوا يعني طلعت لنا بقنبله مو مال المثقفين. مي طماطم. هاي هسه دقيت الثوم وين؟ قبل هاي اطيب فقره يعني. هي هاي اللي تقعد الطعم عندنا. بسم الله. شويه ملح خلينا عليه. يعني حطت ثوم جوا وحطت هسه بالمدقوق. انا طابخه لكم اياها بعرف شلون تصير. انا اليوم سويتها ترى خفيفه لان يردون ثريد عجنت همينه. خلي تدخن طيبه. اي تدخن. بس بالثريد شويه تكون لازم اخفف من الباميه مال اكل التمن. كلهم هسه يعرفون. نعم. تعليقات يكتبوا لي. وهسه شويه عصره ليمون. شوفوا. شويه مو هوايه لانه طماطه حامضه الصيف. طبعا مسوي لكم بث على التيك توك باعوا. شوفوا تابعوا صفحتنا على التيك توك اسمها عائلة عسولة. هذا الخبز. خبزنا مرادة وخبز قالوا البامية بلا خبز لازم. والله عمي خبزت، هي اول شيء قالت لا بس بعدين خبزت. وهسه هاي نور كل ما اخبز تقول لي سوي لهم الشكر. زين؟ وهاي شوية زيت. هاي لا تحترق. هذا الخبز ما شاء الله شوفوا شلونه. مسوي لكم احنا فيديوهات هواي عليه. بعد شيري شفتوا راد خبز ولا وما هاي كافي لو بعد. ولا هسه بس تحطين عليه المي. هو بس 6 ونور انا ما راح اكل بس. يلا نخبز الخبز نثرد الخبز عمي خبزنا وخلصنا. هاي كافي كلش كافي. هسه شنو انت لازم تستعملين مال قبل الاكل بربع ساعه. اي اعطيني المطاره. تفضلي. هذا اللي 60 وحده. هسه لازم بالله راوينا الطريقه شلون نسوي. راح نخلي مي بارد. يعني هو مثل العصير غير؟ اي عصير. يعني انا ما شفتها بصراحه من استعملتها. اي مهم بالشغل. كنت بالشغل. فما يعرف. هاي هيك انا راح اخلي شويه مي هو لازم لهنا. بس انا اختصر على مود شويه قليل. يعني بسرعه اشربه. وهذا لازم تشربوه على السريع. لين يثخن عندكم. فلازم على السريع نشربه. باعوا بكميه هوايه. هذا يصير الماده مالته هيك لزجه. زين هذا ايش راح يسوي؟ هذا اللي يغلف جدار المعده؟ هو هذا. هذا ما يخلي لا الدهون ولا السكريات كل شيء جسمي ياخذه. عرفت شلون؟ يحول الطاقه. هاي هالشكل نطرقهم بالعبوه مالته. لازم طرق زين على مود الباودر مالته يتمازج. نسوي ببرونه مال اطفال. ممين. يلا. زين طعمه شلونه؟ فاكهه شتم ريحته. اشرب منه ذوق عادي. فاكهه برتقال. انه ينجرع. بس ثخين. اي ثخين. طيب والله طيب. واذا عفناه بعد اكثر راح يثخن اكثر. فلازم والله عجبني عجبني. لازم نشربه وجبه كامله. يعني شعب. هسه جت اللحظه الحاسمه. هسه طبعا بعد ما شربت المميه مالت. تضحك علي. بدي اشوف بالاخير بعدين منو يضحك على الثاني يا حيدر. لا ما بدي اضحك عليك ولا دا اتنمر لا بالعكس. شوف بس انا بعد من انوي اسوي الرجيم اقول لك يابا. شوف اللحم مو هسه ما طلع اللحم هسه. شويه مي بعد. طبعا ما ثردنا هواي لان حمودي مو موجود. هسه خلي النقعه كل زين. هيك انا ما احب الخبز بعدين يقلبون بيه ويطلع شو اسمه ما منقع كله. شوفوا لازم انقع كله. شوف هسه الفقره هاي عادي. هاي عادي. لا راح تخلين تمه فوقها؟ لا خليه بصينيه واحده. ليه راح اخليكم شويه تمن فوقها؟ خلي بس نصه. ليش؟ نصه مو انا اريد واحد. الا تمشي رأيها ما تقدر. ما تبغى شو راح اسوي لك هسه. شوف هسه شو نسوي؟ شلون الضلوع يابا؟ الضلوع هاي؟ لا هذا حبل الظهر. لا الضلوع. ما حبل الظهر عيني انا مشتري. شوفوا. اي حبل الظهر اي. وهسه شنو فوقها؟ شويه هذا. شويه زيوت. ويلي.
عاشوا. هذا البصل ويا البامية شيء ضروري اساسي. نروح نوديه ونرجع اصب شويه تمن وشويه مرقه. اي بس احنا راح نتغدى وبعدين اريد اخابر على المرة اللي حركت علي. زين قام يلوب يريد الموضوع. يلا امشي يا سيدي، يلا بلكي تنسى. ها شلون هالباميه؟ هسه راح اضبها. يلا. يعني كالعاده تسوي شيء مو طيب؟ لا بس البيض. لا والله عشتيك كلش طيبه واللحم صاير فتيت. فتيت. انا اعرف راح تقولوا لي مو مال خاشوقه وما ادري شنو هذا. ورا الكاميرا. ورا الكاميرا راح اخذ راحتي وراحه جيراني. زين؟ لا عشتيك كلش طيب الحمد لله. بالعافيه. ودجاجك عين شوف شلونه؟ وبصل وياها ما ينكل غير شيء، فلفل ما عندنا. خبر. عشتيك. ونور لازم بيبسي. لازم. نور ويا كل وجبه. لو يصير انا مسوي وانتم وياه لازم. انا ما اشرب. صبيت. تشرب والشرب والكل وياه. اي هي تجيب لي الكل غصبا عليكم. بس هذا العصير جبت اياه وين ابو ليلى؟ هذا بيناكولادا عصير. ما يصير مو ويا الاكل. والله مو مال ويا التمن ومرقه. حبايبي مثل ما قلت لكم كل شيء راح تلقوه موجود بصندوق الوصف. المعلومات اللي تريدوها عن المنتج. وهسه راح انهي الفيديو وياكم اليوم. طبعا كنا طالعين انا وحيدر بشغله رحنا خلصناها ورجعنا. اليوم ظليتوا ويانا من الصبح لليل، قضينا يوم حلو. اتمنى لكم كل السعاده حبايب قلبي، ربي يحفظكم. خلوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس شنو هاي؟ واشتركوا بقناتنا وراح تستفادون هواي شغلات. وشو نقول لكم مع السلامه.